And now I give the floor to the distinguished representative of Algeria. شكرا لكم سيد الرئيس. يود وفد الجزائر أن يتقدم بخالص الشكر إلى وفد اليونان على عرضه مشروع القرار A/79/L16. واسمحوا لي أن أعرب عن تقديري للأمين العام والمديرة العامة لليونسكو على التقرير الوارد في الوثيقة A/79/231. إن موضوع اليوم الخاص بإعادة واسترجاع الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للعديد من الدول والشعوب، إذ يتعلق الأمر بمسألة تخص وتلامس هويتهم وثقافاتهم وتعكس انتماءهم لحضاراتهم وتاريخهم، إذ أن حرمان العديد من الدول من ممتلكاتها وموروثاتها الثقافية يضاف إلى قائمة المظالم التاريخية التي تعرضت لها العديد من الشعوب على مدار مختلف المراحل التاريخية، ومن بينها الحقبات الاستعمارية. وعلى هذا الأساس يتقاسم المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة في حماية التراث الثقافي، سواء كان ملموسا أو غير ملموس في أوقات السلم والحرب على حد سواء، فضلا عن الالتزام القانوني والأخلاقي ليس بصون الممتلكات الثقافية وحمايتها فحسب، ولكن كذلك بضمان عودتها إلى بلدانها الأصلية ومحيطها الطبيعي. ولقد لعبت منظمة اليونسكو دورا هاما في سن القواعد وخلق منصات التفاوض والحوار بين مختلف الأطراف بهدف تمكين العديد من الدول من استرجاع حقوقها الثقافية الشرعية. السيد الرئيس، تشدد الجزائر على حق الدول في استعادة جميع الممتلكات الثقافية المنهوبة، ولا يسعنا إلا أن نجدد مساندتنا للدور القيادي لليونسكو حتى يسترجع كل ذي حق حقه عن طريق مكافحة السرقة والنسخ والتقليد من جهة، والنهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من جهة أخرى، وذلك للحفاظ على هوية الشعوب وإرثها الثقافي للأجيال الحالية والقادمة. كما نعرب عن قلقنا إزاء فقدان الممتلكات الثقافية أو تدميرها أو سرقتها أو نهبها أو إزالتها بصورة غير مشروعة أو اختلاسها من المواقع الأثرية وغيرها من المواقع، واستهداف الأماكن التاريخية المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لا سيما في مناطق النزاع المسلح حيث لم تستثني الحروب لا البشر ولا الحجر. وفي هذا الإطار فإننا نحيي الإجراءات الاستعجالية التي طبقتها الأمم المتحدة في مواقع النزاع لحماية التراث الثقافي من التدمير، خاصة في غزة، إذ بحسب ما جاء في تقرير السيد الأمين العام فإنه تم إلحاق الضرر ب64 موقعا أثريا. السيد الرئيس، إن بلادي عازمة على استرجاع التراث الثقافي أو تراثها الثقافي بكل عناصره الذي هو ملك للشعب الجزائري، وتشكل هذه المسألة أولوية ضمن معالجة الملفات المتعلقة بالذاكرة. كما تدعم بلادي المسار الإفريقي الذي يهدف إلى استعادة الحقوق الثقافية للقارة بالنظر لما تعرضت له من نهب لثرواتها الثقافية المادية وغير المادية. ويجسد المتحف الإفريقي الكبير الذي تحتضنه الجزائر العاصمة باعتباره مشروعا رائدا ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي صرحا يكرس التنوع الثقافي الإفريقي وخطوة في إطار التجميع وإبراز الموروث الإفريقي وهمزة وصل بين الحضارات. وفي الأخير نأمل أن تتيح اللقاءات الجهوية التي تعتزم اليونسكو تنظيمها بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي فرصة من أجل إيجاد صيغ مناسبة تسمح بتعزيز الموقف الإفريقي الموحد حول استرجاع الممتلكات الثقافية حتى يتم حماية ووضع حد لاستغلال هذه الثروات الثقافية الإفريقية. وشكرا على كرم الإصغاء.